عسلامة عسلامة الناس الكل، وينكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم روسيت جينواز جاتو بنين بنين يعمل 66 كيف. ديجا الروسيت حطيتها قبل اما بطريقة اخرى. اليوم جبت لكم طريقة تنجموا تستعملوها للاعياد، للمناسبات، للراس العام، الاعياد الميلاد. حسيروا تبعوا معايا ونشوفوا المقادير مع بعضنا. هاي، نستحقوا 6 كعبات عظم، واحدة خميرة جاتو، زوز سكر فاني، 200 جرام سكر، 100 جرام فارينة، 50 جرام كاكاو، 50 مليلتر ماء، و50 مليلتر زيت. نفصلوا الأبيض والعظم كل واحد في صحفة وحده. الأبيض نطلعوه بالسكر ورشة صغيرة ملح. يلزم حتى نكتة أصفر متيح في الأبيض، سينو ما يطلعلكمش المرانج متاعكم. تردوا بالكم، سينو كيما وريتكم المرة الأخرى عسرة صغيرة قارص. إذا كان ما طلعش المرانج متاعكم بالكدا. نحطوا السكر، اشتر كمية السكر، نحطوا السكر فاني ونركضوا لمدة 10 دقائق. المهم لين يبيض الخليط، ولين يولي لكم كيما معناتها كي تهزوا بالفواه كيما هكاكا، يولي كيما يقف معناتها كيما منقار العصفور كيما قلت لكم. والا كي تقلبوا صحفه ما يتيحش المرانج متاعكم، اعرفوه راهو طلع. يلزم المرانج يطلع باش تنجح لكم الجنواز. نتعداو للاصفر متاع العظم، نركضوه بشتر كمية السكر اللي بقات. شوية مش برشا، نركضوه لين يبياض شوية. دوب ما يبياض نزيدو الزيت ونزيدو الماء. راهي الروسيت هذه والجنواز هذه راهي ناجحة 100% ديجا. عندي في القناة متاعي الجنواز العادية بلاش كاكاو. وناجحة 100%. جوست تبعوا المقادير وكهو. هذا شنو نقول لكم، وراهي بنينة وخفيفة على الاخر. زدنا الفارينة، زدنا الخميرة متاع الجاتو. صفي معناتها غربلناهم بشوية، بنحركوا هكاكا مش ديريكت نركضوا باش ما يتنطرش. ونخلطوا الخليط كل مع بعض، ونزيدوا نصفيوا معاه الكاكاو. 50 جرام كاكاو معناتها اذا كان تحبوا تعملوها جنواز بيضة، في عود تحطوا 100 جرام فارينة و50 جرام كاكاو، تحطوا 150 جرام فارينة. فوالا. توا نزيدوا المرانج متاعنا بشويه. باش ما يتيح لكمش هوكا على جناب وفي الوسط، على جناب وفي الوسط. ما تخافوش منه، اذا كان المرانج متاعكم طالع راهو ما يتيحش بسهوله. توا جبت الطبق متاعي اللي باش نعمل فيه، الطبق الكبير هذاك متاع التشيز كيك. حطيت له بابي كويسون من اللوطه، دهنته بالزبده على جناب، وحطيت فيه الخليط متاعي. كيما تشوفوا يلزم تعملوا له ضربه صغيره باش يطلع الفقاعات الكل هكاكا، باش ما يقعدش من داخل فارغ برشا. نحطوه في الفور لمدة 180. نحطوه في الفور على 180 درجة لمدة 20 دقيقة. ما تحلوش عليه الفور كي تشوفوه تنفخ. وتحبوا تحلوا عليه. جربوا حطوا دخلوا معناتها حاجة في وسط السكينة، كان تخرجت شايحة اعرفوها راهي سي. امورها واضحة. المهم، توا حضرنا الكريم شانتيه. حضرت الفاكهة متاعي، عرجتها 50 جرام بوفري و50 جرام لوز، رحيتهم مع بعضهم باش نعمل بهم كريمة الزبدة. جبنا 250 جرام زبدة، واحدة مسكربون، 100 جرام سكر بودر، والفاكهة اللي رحيتها هذيك عرجتها لين قرت في زيتها. كريمة زبدة سهلة وبنينة بنينة 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 بالحق، بنينة الكريمة الزبدة هذه. ما فيهاش برشا تفلسيف، ما فيهاش عظم، ما فيها حتى شيء، سهلة ماهلة. كيما تشوفوا نغربلوا السكر. جيت باش نحطه ديريكت، من بعد ذكرت لا، يلزم بروفيسيونيل، يلزم كل شيء كل شيء نقدوه على قاعدة باش هكاك تجيكم الحاجة مرتوبة وحاجة باهية، باش ما يقعد لكمش مكعبر في وسط كريمة الزبدة. فوالا. نحطوا كيما نشوفوا هكا السكر، نحطوا من بعد على فكرة بدلت انا في الصحفة الاخرى خاطر هذيك ماهيش غارقة، دونك يتنطر لي على جناب. يلزمكم حاجة غارقة باش ما يتنطر لكمش كريمة الزبدة وتهلك لكم الكوجينة متاعكم. نركضوها بالكدا بالكدا لين تولي عندنا خليط متماسك هكا، تحسوها كريمة سهلة انك
تحطها فوق الجاتو وتجيك مستوية. المهم نستحفظوا بها في الفريجيدير لين نكملوا الباقي متاع الجاتو. شوفوا الجاتو متاعنا ما شاء الله الجنواز كيفاش تنفخت. دخلت كيما شفتوا هكاك الواحد هذاك اللوحة هذيك خرجت لي شيحة، عرفتها اللي هي سافا معناتها طابت، خرجتها. كيما تشوفوا ما لصقتليش جملة ما شاء الله. توا باش نقصوها جبت هذاك السيبور متاع الميكرووند. البنات راني انا لا شريت معون سبيسيال باش نعمل بيه فيديوهات ولا حتى شيء، نستعمل كل شيء باللي عندي، مش لازم تمشي وتشري وكل حاجه متاعها وكل حاجه معناتها زايد. تستعملوا اللي عندكم يكفي. باش نوريكم طريقه اخرى للقصان. اذا كان عندكم هذوكم الشبيس متاع اللي تشويوا بهم، معناتها تحطوا فيهم اللحم ولا تحطوا فيهم حاجات باش تحطوهم في الجريل، تحطوا عود منا وعود منا وبعديك تتبعوا وتقصوا بيه هكاك لين تجيكم مستويه. واذا كان تعرفوا من غير مش لازم زاده. فوالا قصيتها على مرتين، وباش نوريكم اليوم طريقه جديده باش تجيكم الجنواز عاليه وبنينه وتجيكم حاجه باهيه ومضخمه زاده بالحق فاخره، كيكه فاخره. هذيك الجنواز كما شفتوها من داخل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نودكم ومنشاهيكم. فوالا هذا جبت الدوره هذيا اللي هي الفورمه اللي نعمل بها انا الجاتو، موجوده في المحلات متاع اللي يبيعوا لوازم الجاتو ولا في المغازات العامه، موجوده في البلايص الكل بارتو. حبيت 18 سنتيمتر. جبت قصيت الجنواز متاعي كيما هكاك، انا حبيت نعملها على 3 طبقات. كيما تشوفوا باش نقص هذيك الطبقه الاولى ونقص الطبقه الثانيه، والزايد متاع الجاتو هذاك نورمالمون انا باش نحطه في وسط الجاتو من الوسط. تشوفوني كيفاش باش نعمله بالضبط. انا اليوم غلطت على غالب. تشوفوا بعد شنو الغلطه اللي عملتها، ما نزربش الاحداث. تشوفوا معايا بالضبط كيفاش، اما في الاخر جات نتيجه روعه 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 ما شاء الله بالحق. راهي صدقوني ما تشدش برشا وقت، من با ساعه الكل في الكل. جوست انها يلزمها ترتاح في بعد ما المرحله هذه يلزمها ترتاح في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل باش تشد روحها الجنواز والكريمه الزبده وكل يشدوا رواحهم، باش من بعد كي تعملوا المونتاج وتزينوها تجيكم حاجه باهيه معناتها. حطيت كيما تشوفوا شويه كريمه الزبده من اللوطه باش نركح بيه كعبه الجنواز. سقيتها شويه بالحليب كيما تشوفوا. حطيت كريمه الزبده في الوسط، ومن بعد عملت لها شويه فاكهه، شخشيخه الفاكهه. كل قدير وقدروا، عندكم فاكهه حطوا، ما عندكمش فاكهه تحبوا تعملوها بالغله تنجموا، تحبوا تعملوها بلاش حتى شيء تنجموا زاده. فوالا هذه الغلطه اللي عملتها انا في بالي باش نحط الطبقه اللي هي مقسومه في الوسط، ما الله غالب كي يبدا عندك صغير في الدار وتبدا ستريسي شويه ساعات ما تركزش. حطيت الطبقه المستويه اللي نورمالمون تجي من الفوق، حطيتها انا في الوسط. ما راهو ماهيش غلطه كبيره على فكره، خاطر الجنواز هذه حتى كي تبنيها معناتها كي تلصقهم مع بعضهم ما معناتها تلصق تجيكم تخش عليها من بعد كأنها بالحق طبقة واحدة، معناتها تجي مش ظاهرة جملة واحدة. تبعوني وشوفوني كيفاش باش نعملها بالضبط. زدت حطيت كريمة الزبدة وحطيت الفاكهة مرة أخرى. هذه الغلطة اللي أنا عملتها، نورمالمون هذيك تجي في الوسط، أنا كي نسيت والله غالب معناتها قلت لكم حطيتها من الفوق وما جاتش ظاهرة جملة 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 جملة. شوفوا كيفاش باش نعملها بالحق باش تجي تقولش عليها طبقة كاملة كأنها طايبة وحدها. كيما تشوفوا هي ديجا طرية وتاخذ الطوع في كل شيء، ما تعبتنيش جملة، جات بالكدا. المهم توا كيما تشوفوا كيما هكاك بعد ما كملتها نحطها في الثلاجة لمدة ساعتين، من بعد نخرجها ونوريكم كيفاش باش نعمل المونتاج متاعها. ولا كيما تشوفوا توا نحيوها شويه من الجناب، نسرحوها شويه باش ما كي تجيو تنحيو في الفورم متاعكم ما تشدلكمش في الجناب، تسرحوها شويه. فوالا نحيت السيبور متاعي تاع الجاتو اللي عملت بيه كيما تشوفوا ما لصقتش جمله،
هايكا باش نوريه لكم كيفاش جات طبقات ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم كالعادة ديما نقول. عملت لها الكريم شانتيه البيضة على جناب. التزيين كل قدير وقدره، انا عملت حسب مجهودي وجات حاجة ما شاء الله بنة وحاجة باهية برشا برشا برشا. بالحق ماهيش حاجة سبيسيال، الزينة متاعي زينة عادية، اما في الاخر جات نتيجة باهية. فوالا، حطيت كيما تشوفوا كريم شانتيه في الروز. تتباع هكاكا لونها روز، ولا تحطوا لها ملون، تحبوا ازرق تحبوا روز تحبوا اي ملون، ومن بعد تخدموا بها تنجموا زاده. كيما تشوفوا حطيت عملتها هكاكا من الفوق. بعد عندي وردات ارتيفيسيال في الموف، بما انه توا الدنيا سخونة والطقس محلاه والورد وتحسوا محلاه جاب لي هكا شهية باش نعمل حاجة فيها الورد. حطيت الوردات هذوكم. كل شيء تشريوه معناتها حاجات ارتيفيسيال تنجموا تشريوهم من المغازانات الكل وتزينوا بهم، تغسلوهم وكل شيء بطبيعة أكيد، وبعد تزينوا بهم. أنا عندي شوش ورد شريته من عند لتراك حاضر، ريحته بنينة برشا 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 ريحة الورد. كمل زينت بيه من الفوق، وحطيت لها الشوكولاتة المرحية هذيك على جناب. تقول معناتها بالحق ما خممتش جملة في الزينة، كل حاجة جات وحدها، وفي الاخر طلعت نتيجة روعة بالحق، نتيجة عجبتني على الاخر. سورتو اللي انا عندي تابلو هكا فيه الورد الموف هذاك والربيع هكا، حسيت التام مشي مع بعضه. بالحق جربوا اعملوا اي حاجه، مش لازم كيما انا عملت، جربوا زينوا كيما انتم تحبوا، المهم في الاخر تطلع النتيجه باهيه وحاجه تعملوها في الدار مش كيما تشريوها. وصدقوني كيما شفتوا ما تكلفتش برشا، معناتها الكل في الكل معناتها نقولوا احنا ساشي بوفريوة وساشي لوز، كل ساشي فيها 200 جرام. وفضلوا منهم ديجا، ما عملت لهمش الكل، وعملت لي حاجة باهية على الاخر من كريمة الزبدة للتزيين الكل شيء. وجات الجاتو عالية وجات بنينة وبشهادة معناتها اللي ذاقوها الكل. نودكم ومن شهيكم جربوها واكتبوا لي في التعليق، وان شاء الله عجبتكم الروسات. اعملوا لي ابوني وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، وان شاء الله نشوفكم في روسات جديدة وبسلامة. هذه الديكوب متاعها كيفاش باش نوريكم كيفاش من داخل، بالحق بنا 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 وخفة ما شاء الله. كيما نقول لكم جربوها بالحق واكتبوا لي واعطيوني رايكم. توا نخليكم في حفظ الله، وإن شاء الله في رسالة جديدة وبسلامة. باي باي.